الاهلي فرط في المكسب وفرط في اقصاء الجيش الملكي من استاد القاهره. يعني ايه؟ يعني ايه بعد اللي حصل هناك في المغرب يجي في استاد القاهره ويخرج بنقطه ويصعد من المجموعه؟ يا اخي انا ما حرقش دمي قد اليونج افريكانز الناحيه الثانيه كسبانه 3-0، فانت لو كسبت 1-0 بس كان الجيش الملكي روح معيط. جماهير الاهلي افضل واحسن جماهير في الدنيا كلها. انا مش اهلاوي، لكن لاول مره النهارده هكون مع جماهير النادي الاهلي وهوافق على اللي هم عملوه النهارده بعد مباراه الجيش الملكي المغربي النهارده واللي عملوه مع جماهير النادي الجيش الملكي وجماهير المغرب. طبعا انا عارف ان في ناس كانت مستنيه الماتش ده عشان خاطر تاخد الموضوع اللي حصل في الماتش الاولاني اللي كان في المغرب وسكينه المعجون وتبدا ان هي تضربه في مليون وتبدا ان هي تكبر الموضوع وتضيف على كده اللي حصل في كاس الامم الافريقيه وقصه المشاكل والحوارات وطبعا المنظر الغير مقبول بالمره بتاع التصوير على النشيد الوطني في مباراه مصر ونيجيريا. والحمد لله ان الموضوع يعني لم يتجاوز الحدود اللي احنا شفناها، وان الموضوع يعني كان خفيف ولذيذ وهادي وما قلبش بخناقه. لان انا بالنسبه لي اعتقد ان في مرحله ما لازم حد يلعب دور العاقل شويه ويقول يا جماعه خلاص يعني نلم الدنيا وبلاش سخافه، ومش لازم ان احنا نقعد نكبر الموضوع ونظبط الموضوع اكتر من كده. خلاص كفايه يعني، اللي حصل حصل واللي خلص خلص، ومفيش داعي ان احنا نقعد كل شويه نفخمها على بعض ونصعبها على بعض اكتر واكتر.